النهاردة جايبالكم أظبط مقادير للبسكوت بتاع بسكوت اليانسون. حاجة كده وهم، طعمه جاي من الخيال. بسكوت حقيقي رائع رائع رائع، ويا سلام عليه مع كوباية نسكافيه الصبح أو بالليل أو كوباية شاي بلبن. أكيد انتوا شايفين النتيجة ازاي هاشش وجميل، وعايزة أقول لكم في الواقع مقرمش وتحفة وجميل جدا. والمكونات كلها عندنا في البيت: 3 كوبايات دقيق، كوباية سكر، 3/4 كوباية زيت سواء ذرة أو عباد شمس، 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، ومعلقة هرمية ينسون، ومعانا حبة صغيرين جدا ملح أقل من نص معلقة صغيرة، معلقة شاي، وشوية فانيليا، ومعانا كمان باكو بيكنج باودر. ويا ريت نختبره بان احنا بنحط حبة صغيرين على المية ونشوفه بيفور ولا لا. اول خطوة هنعملها ان احنا هننخل 3 كوبايات من الدقيق، والخطوة دي مهمة جدا في اي مخبوزات، لان كده تقريبا بتطلعي اي رطوبة من الدقيق وبيدي نتيجة افضل بكتير في اي مخبوزات او معجنات. بعد كده هنحط حبة صغيرين بتوع الملح، دول بيظبطوا لي الطعم جدا علشان نعادل السكر والملح. هنبدأ كمان نحط البيكنج باودر، والبيكنج باودر زي ما اتفقنا لو حبينا نعمله تيست بناخد حبة صغيرين منه جدا على طرف معلقة شاي ونحط نقطة مية، لو فار يبقى البيكنج باودر بتاعي كويس. كمان هنحط اليانسون، واليانسون بنبقى منقيينه كويس وكمان مسخنينه على النار علشان يطلع ريحته. بنخليه يسخن مجرد يبقى دافي، مش سخونية كمان، علشان يطلع ريحته واقدر انه احس بالريحة النفاذة بتاعته في الوصفة بتاعتي. هنا بقى هبدأ استخدم الخلاط. كده خلصت المكونات الجافة، هبدأ اخش على المكونات السايلة. حطيت ال4 بيضات، حط عليهم شوية الفانيليا وهضربهم في الخلاط كويس جدا. طبعا ممكن بايديكي ما فيش مشكلة، بس هو الخلاط بيديكي نتيجة اسرع. بعد كده هنحط كوباية السكر، وهنكمل خلط باقي المكونات في الخلاط، او زي ما قلنا ممكن تعملي كل الوصفة بايديكي بالمضرب اليدوي اللي هو مضرب السلك. وهنبدأ بعد كده نحط الزيت بتاعنا حبة بحبة، وهنحاول زي ما على قد ما نقدر ان احنا نضرب المكونات كلها كويس في الخلاط عشان نتأكد ان السكر كله داب. وهنبدأ بقى نضيف المكونات الجافة على المكونات السايلة، ونحاول نعجنها بالراحة عشان اتأكد ان كل المكونات السايلة والمكونات الجافة امتزجت ببعض كويس جدا. وهوريكم الشكل بتاع العجينة دلوقتي بعد ما الاتنين امتزجوا مع بعض، وده القوام اللي انا هبقى عايزاه بالظبط يوصل له العجين بتاعي بتاع بسكوت اليانسون. هنشوف مع بعض دلوقتي شكل العجين، هو ده بالظبط الشكل او القوام اللي انا عايزاكي توصلي له في بسكوت اليانسون بتاعنا. هنبدأ نحضر عندنا صينية وهندهنها كويس بالزيت من كل الجوانب حتى الأحرف علشان البسكوت ما يلزقش فيها. وطبعا هنحاول ان تكون كمية الزيت دي مش كبيرة، يعني يدوب حوالي معلقة صغيرة من الزيت. وهنضيف العجينة ونحاول نخلي العجينة كلها سوى واحد من كل الجوانب عشان ما يطلعش عندي بسكوت تخين وبسكوت رفيع. فانت اول ما هتنزليها في الصينيه وتفرديها اتاكدي ان كلها بنفس المستوى في الصينيه. هي اوريدي كمان هتنفش، لو تاخدوا بالكم انا حاولت على قد ما اقدر ان انا اخليها كلها نفس المستوى علشان سمك البسكوت يطلع كله نفس السمك تقريبا. وهندخلها الفرن، طبعا يكون فرن متسخن كويس جدا قبلها بحوالي ربع ساعة على درجة حرارة 180. وزي ما انتوا عارفين ان انا بشغل زرار الهواية اللي عندي عشان يوزع لي درجة الحرارة كويس. اديكوا شايفين النتيجة الاولية دي، كده اول مرحلة لبسكوت اليانسون. لسه في مرحلة تانية عشان يبقى هو البسكوت بتاعي الجميل الدايب اللي كلنا هناكله في الفطار وفي العشاء. هنا بقطع البسكوت بالسكينة وبحاول اقطع شرايح طويلة رفيعة علشان ده هيبقى الطول. البسكوتية لسه هنقلبها على العرض وهندخلها الفرن تاني علشان تاخد درجة التحميص بتاعنا. فانتي بتطلعي الصينية بتاعتك وهي باللون ده، وانا بقطعها بالاشكال دي زي ما انتوا شايفين، وهبدأ افردها في صواني تانية بالشكل ده
بقلبها على جنبها علشان ادخلها في الفرن وتاخد الدرجة التانية بتاعة التحميص. بيبقى الفرن اقل بكتير من 180، يعني تقريبا بيبقى 120 او 130، وبسيبها حوالي ربع ساعة. طبعا مش قادرة اقول لكم ان 3 كوبايات الدقيق عملوا لي كل الكمية دي، يعني كمية تكفي عزومة. وصفة موفرة جدا وجميلة جدا، وما ينفعش تستغني عنها في بيتك مع أولادك أو ليكي الصبح في الفطار أو في العشاء مع كوباية الشاي بلبن زي ما قلتلك. هتوديكي في حتة تانية، حاجة كده دايبة في البق وجميلة، و هتوفري فلوسك ومش هتروحي تشتريها من الأفران، وبالعكس انت هتبقي عاملاها في بيتك بشكل أفضل وأنظف مليون مرة.